في الحلقة اللي جاية هنشوف مشهد ما بين نوال وخولة يبين قد ايه ان نوال دي انسانة مستفزة بمعنى الكلمة. وانت بتتفرج كده تحس انك عايز تقوم تكسر الشاشة على مشاهدها كلها هي ومشعل. نوال هتروح عشان تبارك لنواف ودلال على المتجر الجديد اللي مشعل عمله لنواف، وهناك بيكون سلطان وخولة رايحين للمتجر علشان يعرفوا سر الفلوس الكتير اللي نزلت على نواف ودلال مرة واحدة كده، مع انهم ما كانوش لاقيين ياكلوا من كام يوم. سلطان بقى هيقول لنوال انت بتعملي ايه هنا، ونوال هتقول له كنت جايه ابارك لدلال ونواف ولقيته استاذ مشعل هنا بالصدفه فكنت بكلمه علشان يشوف شغل الخولة عنده، وهو قال لي ان مفيش عنده شغل غير عاملة نظافة. انا بشوف ان خولة هتبقى لايقة جدا على عاملة النظافة، وطبعا الكلام ده بيجرح خولة وبيخليها تغضب وتحزن جدا، فبتسيبهم وتمشي. وبعدها سلطان بيمسك نوال وبيتخانق معاها ومشعل بيحوش ما بينهم. وبعدها سلطان بيقول لمشعل وانت كمان بتعمل ايه هنا عند نواف، ومشعل بيقول له كنت معدي بالصدفة وقلت ابارك لنواف اخوك علشان ما يصحش يعني، بس في حاجة هتحصل ممكن تبرد نارنا، وهي ان سلطان بيروح لخولة وبيقول لها انت لازم تدور على حقك وما تسيبهوش لمشعل، وهيقول لها انا كنت بتكلم مع مشعل وبسأله عن سر نور اللي اشترت الاسهم بتاعتك، وهو قال ان هي مستثمرة وكانت عايشة في الخارج وبتستثمر فلوسها، بس انا لما دورت وراها اكتشفت سر ان السيدة نور تبقى ام مشعل، يعني مشعل وراه سر في انتقامه منك. وهنا بقى سلطان وخولة هيبتدوا يشكوا ان مشعل يكون ورا موت فهد، ودي طبعا بتكون بداية النهاية ليه. المهم كمل معايا الفيديو وهتعرف التفاصيل. طبعا مشعل هيتفق مع سلطان علشان يروح عند البحر ويستلموا الصفقة بتاعت الأقمشة اللي رايحة النواف، وطبعا مشعل بيكون مخبي فيها حاجات غير شرعية، ولو حصلت حاجة سلطان ونواف اخوه هما اللي يشيلوا القضية. ولكن طبعا سلطان مش بيقدر يروح لانه بيجيله خبر ان نغم وهي نازلة من على السلم في البيت وقعت واغمى عليها وراحت المستشفى، وطبعا سلطان وخولة بيروحوا لها فورا، ولما بيروحوا لها بيلاقوا حالتها صعبة جدا، والدكتور بيقول لهم ان نغم لازم تنزل الحمل بتاعها علشان في خطورة على حياتها، ونغم ما بتبقاش موافقة، بس سلطان وخولة بيقعدوا يقنعوا في نغم ان هي تسمع كلام الدكتور، وبيقولوا لها انت مضطرة تعملي كده وده شيء غصب عنك. وفي الوقت ده بقى بيكون طلال خرج من المستشفى وصحته بقت إلى حد ما كويسة، وبيعرف إن نغم تعبانة جدا فبيروح لها المستشفى علشان يطمن عليها، ولكن نغم وخولة وسلطان مش بيرضوا يقولوا له على حالة نغم الصحية أو إنها حامل أصلا، وطلال بيمشي ويسيبهم لما بيلاقي مقابلتهم مش حلوة ليه. وبعدها نغم بتقعد تفكر في حبها لطلال، فبتقرر ان هي تتراجع عن انها تنزل حملها في اخر لحظة، والدكتور بيقعد يحذرها وهي برضه بتبقى مصممة وبتروح على بيتها. اما طلال بقى فبيقعد يتواصل مع الدكتور المعالج لنغم وبيقدر يعرف حالة نغم الصحية وان هي حامل. وفي مشهد تاني هنشوف ان خولة بتدور على شغل، وسلطان بيقول لها ازاي بتشتغلي عند حد وانت كنت مديرة شركة كبيرة، وهي بتقول له انا حرة، وسلطان بيقول لها انا عايزك تدوري على حقك وتجيبيه من مشعل، وبيقول لها انا اتكلمت مع مشعل بخصوص نور وقال ان هي سيدة اعمال وبتستثمر فلوسها، بس انا بقى لما دورت وراها اكتشفت ان السيدة نور تبقى ام مشعل وكانت زوجة أبو فهد. وهنا سلطان وخولة هيبتدوا يشكوا في إن مشعل هو ورا موت فهد وعمل كده علشان ينتقم، وكمان جاي ياخد الشركة كلها علشان يكمل انتقامه، وهيبتدوا يخططوا ازاي يوقعوا مشعل. واول حاجة خولة بتعملها هتخلي بدر يرفع قضية على الشركة علشان ديونها تسقط وتقدر ترجع الاسهم بتاعتها، وبعد كده بيبتدوا يدوروا على ادلة تثبت تورط مشعل في موت فهد. وطبعا خولة بتكون عايزة تتواصل مع سلمى ولكنها مش بتبقى عارفة مكانها فين، لان مشعل بيكون مخباها في البيت اللي ابنها توفى فيه علشان حالتها النفسية تسوء أكتر. أما زياد بقى فبيبعت رسائل لنهى علشان يتقابلوا، وهي بتقابله بصعوبة وبتقوله إن هما يبعدوا عن بعض علشان هي مشاكلها كتير، بس زياد بيكون مصمم وبيقول لها أنا بحبك وعمري ما هسيبك، ولكنها هي برضه بتسيبه وتمشي. ودي بتكون أحداث مسلسل المرسى بعد تغيير بعض أحداث النسخة التركية. أشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة.